هكلمك النهارده عن الثانويه العامه. تقول لي طب وانت بتتكلم عن الثانويه بصفتك ايه يعني؟ انا عندي 16 سنه، ما وصلتش لثالثه ثانوي لسه، بس الكلام اللي انا جاي اقوله لك ده جاي من ان انا شفت معاناه ناس قريبين لي مروا بالتجربه دي واثرت عليهم نفسيا وجسديا. السؤال اللي انا عايز اساله هنا، ليه في مصر بقت الثانويه العامه مساله حياه او موت؟ ليه مصيرك كله اصلا بيتحدد في سنه واحده؟ سنه ممكن تكون تعبت فيها، مرضت فيها، او حصل لك ظرف صحي، او حتى ما كنتش مركز فيها من الضغط والتوتر. طب ليه المجتمع شايف ان اللي ما يجيبش فوق ال 90% هو فاشل او خذل اهله؟ انا النهارده عايز اتكلم عن اكبر ضغط نفسي بيعيشه الطالب في ثالثه ثانوي. بيبقى عنده 17 18 سنه، بيكون لسه صغير يعني، لسه بيكتشف هو عايز يعمل ايه في حياته، ولا عارف هو عايز يعمل ايه ولا بيحب ايه. طبعا ما تقصش عليا، انا عارف انا بعمل ايه كويس، بس انا حاله نادره يعني، استغفر الله العظيم يا رب. من اول يوم ثانوي كل اللي بيسمعه طبعا لازم تدخل علمي عشان تبقى دكتور، رغم انه ممكن حابب اصلا يدخل ادبي. بس ازاي الاستجمة او وصمه العار اللي هياخدها عشان طلاب الادبي فاشلين وطلاب العلمي اذكياء طبعا وشطار. وطبعا بعد ما يبلع الطعم ويدخل علمي عشان يبقى مقبول اسريا ومجتمعيا، بيبدا يتحط عليه الضغط بكل الشياكه. ذاكر عشان تبقى دكتور، شد حيلك عشان تدخل هندسه، هات اخرك عشان تفرح اهلك. وطبعا ضغط من نوع عايزين يتقال لك الدكتور راح الدكتور جه، او المهندس راح المهندس جه، وكأن يا اسطى ما فيش مهنه محترمه غير الاثنين دول. ونتيجه كل ده الطالب بيتحول لقنبله مضغوط، وبيفضل عايش تحت جمله لو ما جبتش مجموع يبقى خيبت امل اهلي، وبيقعد يتخيل يوم النتيجه وهو يا اما اهله ساخطين عليه او في عينيهم كسره وخيبه امل عشان ابنهم او بنتهم ما جابش مجموع. المشكله الاكبر هنا ان المجتمع بيربط قيمتك بنتيجتك، مش بمهاراتك ولا بشغفك ولا ان انت ممكن تبقى مبدع في ايه او ايه الحاجه اللي انت فعلا تعرف تعملها. بصراحه المنظومه دي ظالمه جدا، لان مصيرك كله بيتحدد في امتحان واحد بس. اقصد هنا مجموعه امتحانات متاح فيها محاوله واحده بس. امتحان ممكن تسقط فيه مش عشان مش شاطر، يمكن عشان توترت او مرضت او جالك دور برد او حتى نمت ساعه بالغلط ومحدش صحاك، وبكده خلاص محدش بيديك فرصه تانية تحسن او تعيد. يعني لو وقعت في سنه واحده حلمك راح، ده لو كان حلمك اصلا. وهنا بقى بتحصل الكارثه، طالب بيحس انه خلاص فشل وان ملوش قيمه وانه ما رفعش راس اهله قدام المجتمع. وده يا معلم اللي بيخلي طلاب كتير يوصلوا للانتحار عندنا. هو يا معلم العربيه هو مش كلام من بره. انتحار طالب ثانويه عامه في مصر، ووفاه اخر داخل لجنه الامتحان، القى بنفسه من الطابق السادس خوفا من والده. ضحيه اخرى للثانويه العامه بمصر، طالبه اشعلت النار في نفسها. وتلاقي واحد خلص وعنده 30 سنه ولسه بيجي له كوابيس انه ما حلش كويس في امتحان الفيزياء اللي تقريبا عدى عليها كام سنه. طيب بما اني بقول ان منظومه التعليم في مصر غلط، خلينا نشوف بره بيعملوا. تعال نشوف في امريكا او بريطانيا، هناك مفيش حاجه اسمها مصيرك في امتحان واحد. النظام هناك بيقيمك على سنتين او اكتر، بياخد في الاعتبار مشروع ومجهودك وشخصيتك وحتى اهتمامك بالمجال اللي ناوي تدرسه، وكمان تقدر تعيد وتمتحن تاني وتحسن درجات. النظام هناك بيشوف الطالب كانسان مش مجموع جابه في الثانويه. طيب احنا ليه كده؟ احنا اتربينا يا معلم على فكره النجاح يساوي طب او هندسه، والاهالي للاسف بيعملوا كده بحسن نيه، لان اهاليهم كانوا شايفين ده بار، فاكرين ان هم بيامنوا كده مستقبل ابنهم. بس الحقيقه ان النجاح مش في الكليه اللي انت دخلتها، النجاح ان انت تعرف انت شاطر في ايه وتكمل فيه. وده لا يمنع ان هو ممكن يكون كليتك لو انت بتحبها ودخلتها بمزاج. في ناس كتير دخلت كليات زي اللي المجتمع شايف ان هي كليات الشعب، زي تجاره او حقوق، وحققوا نجاح اكبر من اللي جابوا المجموع المنشور. وفي اللي بعد ما خلصوا طب وهندسه عملوا كارير شيفت وكملوا في الحاجه اللي هم حابينها. والمضحك ايه يا معلم، ان اغلب الناس اللي بتشتغل دلوقتي ملهاش علاقه بالشهاده اللي اخدوها اصلا. الشهاده مهمه بس مش هي اللي بتحدد مستقبلك. اللي بيحدد مستقبلك هو شغفك وتعبك الحقيقي واستمرارك وانضباطك. يا جماعه الثانويه العامه مهمه بس مش نهايه الدنيا. ليه واحد ما حلش كويس في الامتحان يروح ينط من الدور السادس؟ ليه واحده تولع في نفسها عشان ما حلتش في امتحان الفيزياء؟ السنه دي مش هي اللي هتحدد قيمتك وسط اهلك، ولا هي اللي هتقول لك ان انت هتنجح ولا لا. ابذل مجهودك واعمل اللي عليك، بس ما تربطش نفسك براي الناس ولا كمان مجموعه على ورق، لان في الاخر الناس هتنسى مجموعك، ومحدش بعد 20 سنه هيشاور عليك ويقول اللي جاب 70%. انت اللي هتعيش مع نفسك ومع حلمك اللي انت فعلا بتحبه وعارف ان انت هتأدي فيه.